السلام عليكم اخواتي، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم واحد المعسله سهله دغيا كتوجد، ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات، اللي هي مقروط بريستيج. عندي هنا نص كيلو اي 500 غرام ديال السميده رقيقه، وعندي 250 غرام ديال الزبده ذوبتها حيت من ديك الرغوه كامله اللي كتكون فيها، وعندي هنا كاس ديال العنبه ديال زيت المائده، ملعقه كبيره ممتلئه ديال الطحين. هنا غنضيف ديك زيت المائده على الزبده حتى نحصلو على زلافه. المهم حنا عندنا زلافه هنا عامره ديال 250 غرام ديال الزبده المذوبه، وكاس ديال العنبه ديال الزيت. طبيعه الحال دائما ما نساوش الملح، انا ضفت ملح على السميده، وغنضيف الدقيق. صافي نخلط مع بعضو. صافي من بعد ما خلطت النواشف غنضيف خليط ديال الزبده والزيت. هنا غندخل ديك ليدام كامل في السميده، في حبيبه السميده كامله، نبسبسو مزيان ونخلطو مزيان. صافي هنا نغطيه مزيان بشي بلاستيكه ونشدو عليها. انا غنخليها ليله كامله، نتوما يمكن لكم تخليوها 2 ساعات، مهم من 2 ساعات الفوق. هنا بالنسبه للمقادير ديال الحشوه غنحتاج نص كيلو ديال التمر المعجون، وعندي شويه ديال الزنجلال منقي وحمرت واحد شويه، وشويه ديال اللوز حتى هو محمر ومهرمش، انا قطعته غير بالموس او السكين. وعندي هنا ملعقه كبيره ديال الزبده، وملعقه صغيره ديال القرفه، وملعقه كبيره ديال ماء الزهر. هنا على ديك التمر غنعمل القرفه، وغنعمل شويه ديال الزنجلال محمر وشويه ديال اللوز محمر. بالنسبه للمكسرات عملوا اي نوعيه عندكم موجوده واللي كتعجبكم، ويمكن لكم تعملوا حاجه وحده. صافي ضفت هنايا الزبده طبيعه الحال تكون نوعيه جيده، وضفت ماء الزهر. غنجمع هاد المكونات كامله مع بعضها، ندخلها في التمر مزيان. هنا من ديك الحشوه صنعت كويرات صغيره، هاد الكويرات الحجم ديالهم من 7 حتى 8 غرام. طبيعه الحال كندهن يدي بشويه ديال الزيت وكنكور باش ما يلصقليش التمر في يدي. هنا عندي ديك الخليط ديال السميده اللي كنت حضرته البارح. هنا عندي خليط ما بين ماء الزهر والماء، كاس ديال العنبه ديال الماء وكاس ديال العنبه ديال ماء الزهر. هنا غنحاول نفتت ديك السميده، نزيد نبسبسها عاوتاني بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا. هنا غنبقى نضيف ديك خليط ديال الماء الزهر والماء شويه بشويه،
ونبقى نخلط غير باطراف الاصابع، ما غنعجنوش، غير باطراف الاصابع ونبقى نخلطو. بالنسبه للعبار ديال الكويره غتعملوا 31 حتى 32 غرام، ما تزيدوش عليها. هنا عندي القليل من الزيت، مره نبقى ندهن بها الطابع هذا. نتوما اي طابع كتفضلوه يمكن لكم تعملوا بهذا المقروط هذا، او يمكن لكم تعملوها بالطريقه التقليديه عادي. صافي هنا غنبسط شويه العجينه ديال السميده، وغنعمل ديك الكره ديال التمر في الوسط، ونحاول نغلق كلشي، ما نخلي حتى شي حاجه يبان، يعني التمر ما يبانش نهائيا. صافي نشدو مزيان، كنشد وانا كنكور حتى نحصل على كره. صافي غنحط على طاوله العمل، وغنوضع الطابع فوق منها وغنضغط هاد الطريقه اللي كتشوف. صافي غنحصلوا على هاد الشكل هذا، شكل بريستيج مزيون. صافي غنكمل على هاد الطريقه هادي اولا على هاد الكيفيه، تنسالي الكميه اللي عندي كامله ونرجع لعندكم. هنا من بعد ما ساليت ستفتهم في الطاوه، خليتهم حتى هما هكذاك ساعه 2 ساعات، المهم ينشفوا واحد شويه. عاد ديك الساعه نقليهم، الا عندكم الوقت خليهم ليله كامله يكون افضل. هنا المقروط انا غنقليه، اللي بغى يعملو في الفرن يعملو. الحق انا كنفضل المقلي حسن باش كيجي هشيش ورطب، اما في الفرن كيجي قاصح. عملت انا الزيت سخون مزيان، وهنا العسل حتى هي كتسخون، لاني الا عملت عليها مقروط غيتهرس، فضروري نسخنو شويه العسل. بالنسبه للزيت ملي تسخن مزيان خليوها على نار متوسطه ونعمل فيها المقروط. هنا نكون وصلنا للشكل النهائي ديال المقروط بريستيج اللي حضرت معكم. عملته انا هنايا في كويرطات بهذه الطريقه هذه، وعملته في هاد الكويرطات هادو ذهبيين. التزيين كيبقى دائما من اختيار ديالكم، وانتم شنو كتفضلوا. انا عملت له هنايا شويش ديال البيستاج والكركاع واللوز. كنتمنى ان الاعجاب ديالكم هذا المقروط هذا وتجربوه، ودائما اللي دخل عندي جديد من القناه ضغط على زر الاعجاب وزر المشاركه باش يوصل له اي جديد. دائما كما العاده غنقسم معكم وحده باش تشوفوا الشكل الداخلي ديالو كيفاش عامل. شوفوا كيفاش كيجي من برا، بريستيج غزال ولا اروع. شوفوا انا نقسمه معكم رطب وهشيش. انا متاكده الا جربتوه دائما غيولي المعتمد عندكم. هنا نقول لكم مع السلامه، نتلاقاو في فيديو جديد والى اللقاء.